الطريقة الصحيحة لتنظيف الأذن. زي ما انتوا شايفين دي أفضل طريقة لتنظيف الأذن، هنشرحها لكم صوت وصورة مع بعض، شرح كامل ووافي. زي ما انتوا شايفين دي طريقة التنظيف بالأداة دي أداة معدنية قوية جدا في التنظيف، بس ناخد بالنا احنا بنشتغل اننا ما نوصلش للطبلة. ناخد المادة اللي بتفرزها الأذن ونقوم بإخراجها، هي المادة الشمعية دي. زي ما انتوا شايفين كمية الشمع اللي طالعة بالأداة دي. أنا بنصح كل الناس المشاهدين إنها تستخدم الأداة دي لأنها جميلة جدا في تنظيف الأذن من الداخل، رفيعة جدا وأداة سهلة بسيطة وسلسة. زي ما انتوا شايفين كمية الشمع اللي طالعة من الأذن بالأداة اللي فعلا يعني من الأدوات الممتازة جدا اللي بتخلي الودن نظيفة جدا، وبتاخد كمية كبيرة من الشمع اللي بتفرز الودن. وأفضل كمان من العصاية اللي فيها حتة قطنة، لأنها بتزيد المادة الشمعية انت بتنظف بيها، فبترجع المادة الشمعية وترجعها على الطبلة. لكن دي السلاكة دي اللي في يدنا اللي شغالين بيها بتاخد المادة الشمعية وتطلع بيها برا، كأنها بتغرف من المادة الشمعية. وبتاخد الحاجات اللي موجودة، الزهرة قدامه أو قدامك انت بتشتغل. فدي أفضل فعلا أفضل طريقة تنظيف للأذن من الإفرازات الشمعية، لأن كل يوم عن اليوم اللي قبله المادة الشمعية دي بتفرز وبتزداد. لو أهملت فيها بيحصل مشاكل في الأذن، زي ألم، زي صداع، زي التهابات في الأذن الوسطى بتسببها دوخة، تجلف السمع برضو بسبب الشمع. دي حاجة فعلا يعني اتكررت مع ناس كتير، كان في مشاكل في الأذن
الوسطى والسمع وصداع فبتأثر جامد المادة الشمعية على الطبلة، خصوصا مستوى الصوت بتاع الطبلة بيكون مش واصل لها الصوت مظبوط. فبيكون مش واصل لها صوت مظبوط بسبب المادة الشمعية. لكن زي ما انتوا شايفين معانا الودن بقت نظيفة بصورة جميلة جدا. تقريبا احنا شلنا كل الإفرازات الشمعية الموجودة داخل الأذن، وعملنا لها عملية تنظيف جميلة جدا زي ما انتوا شايفين في الفيديو. حاجة بقت تحفة خالص. وده للحفاظ برضو على إن الناس إن ميحصلهاش آثار جانبية كبيرة في الأذن، لأن زي ما انتوا عارفين إن الأذن برضو من المناطق، من الأماكن حساسة في جسم الإنسان، إنها ممكن تتأثر بأي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده احنا اشتغلنا بالأداة دي، أداة مميزة وجميلة، وأنا بنصح الناس كلها إنها تشتريها وتقتنيها. أتمنى كل المشاهدين وكل المستمعين وكل المحبين للقناة دعمنا في القناة، ودوس اشتراك لو انت مش مشترك في القناة. اشترك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. لايك جميل، واي كومنت او اي استفسار ياريت تكتب لنا اي كومنت او اي تعليق عايز تكتبه لينا او اي سؤال. اتفضل وان شاء الله هنرد عليك مباشرة. وما تنسانيش في اللايك المتين عشان خاطر دعمك لينا في القناة هو اللي بيخلينا نكمل فيديوهاتنا وشروحاتنا لكل مشاهدينا على القناة. والسلام ختام. كل عام وانتم بخير.